لهذا السبب عليكم أن تولوا اهتماما لكرة القدم المغربية. افتتح مؤخرا المقر الأفريقي الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في مراكش. في 16 من ديسمبر 2024 افتتح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مقره الأفريقي في مراكش المغرب. يعد هذا الحدث المهم شهادة على النفوذ المتزايد للمغرب في مشهد كرة القدم العالمي. شهد الحفل حضور شخصيات بارزة مثل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، ورئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع. يقع هذا المقر الجديد في موقع استراتيجي بجوار مركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة، وهو يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في عالم كرة القدم. يأتي الافتتاح بعد التأكيد الأخير على استضافة المغرب لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. أشاد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في كرة القدم، وعبر عن امتنانه للملك محمد السادس على دعمه. وصرح إنفانتينو بحرارة: مرحبا بكم في المغرب، البلد الذي سيستضيف كأس العالم 2030. سيشرف المقر الجديد على الاستعدادات لكأس العالم 2030، وسيكون بمثابة حافز لتطوير كرة القدم في جميع أنحاء أفريقيا. يتجلى تزامن المغرب تجاه كرة القدم مع تقدم منتخبها النسائي تحت 20 عاما في تصفيات كأس العالم، واستعداد منتخبها النسائي الأول لكأس الأمم الأفريقية. يمثل افتتاح المقر الأفريقي للفيفا في المغرب معلما بارزا. مع وجود بطولات كبرى في الأفق ومقر مخصص، المغرب على استعداد لرسم مستقبل كرة القدم في أفريقيا وخارجها.